ازيكم عاملين ايه؟ مصطلح جديد بقينا نسمع عنه دلوقتي وعايزين نفهم ايه معنى المصطلح ده. التغذية العلاجية. يعني ايه تغذية علاجية؟ يعني انا عندي مرض معين ابتدى يظهر في جسمي اعراضه، فببتدي عن طريق التغذية السليمة وان انا اتجنب بعض المأكولات واكل البعض الاخر، فمن خلال ده ببتدي اعالج او ارجع جسمي لحالته الاولانية. زي مثلا الامراض اللي بقت منتشرة دلوقتي كتير، الضغط والسكر والكوليسترول وامراض كتير، القولون العصبي والحاجات دي كلها. هل بس الحل بتاعها ان انا اروح للدكتور واخد شوية ادوية كيميكال فابتدي اعدل من او اتشفي من المرض ده؟ لا، هو سببها اصلا سوء تغذية. انا تغذيتي كانت غير سليمة، قعدت اكل مثلا املاح كتير وصوديوم كتير واكل مقليات واكل حاجات كتير، فمع شوية مع الوقت ابتدى الجسم يعترض، يصوت. هيعترض ازاي؟ هو ما بيعرفش يتكلم، فبيعمل ايه؟ بيجيبها لي في صورة مرض، ان انا الضغط ابتدى يعلى نتيجة ان انا دخلت له حاجات بكميات كبيرة قوي هو مش محتاجها. فبنعمل ايه؟ اول حاجة نروح لدكتور يعمل لي ايه؟ يديني ادوية تظبط لي الضغط. ده صح؟ في جزء صح، في جزء ايوه انا محتاج كيميكالز تظبط لي الهرمونات او تظبط لي الضغط بتاعي فينزل لحالته الطبيعية. بس ساعات بنوصل ان انا حتى مع الادوية انا ضغطي مش متظبط، هو اصلا عالي او بيوطى نتيجة سوء تغذية. فمحتاجين اول حاجة لما يكون بداية ضغط ان انا اقرا شوية او اسأل انا عندي الضغط عالي، المفروض ابعد عن ايه واكل ايه. انا بدي مثال بس للضغط لانه ممكن يكون منتشر شوية، او السكر. طيب لما بروح للدكتور انا بتوسل الدكاترة البشريين انه من فضلك لما يجيلك مريض اكتب له ماشي على ادوية، بس كمان عدله النظام الغذائي بتاعه، لانه ده هيساعد جدا في ان هو يتعالج. كم وكم من الناس لما بنعمل لهم دايت بلان وبيبقى عندهم بدايات سكر او بدايات ضغط، لما بس بيعدلوا الاكل بتاعهم الموضوع بيرجع تاني نورمال وطبيعي وحلو. خلاص جسمك ارتاح، جسمك خد كفايته من كل حاجة بنسب معينة، فهو بقى مرتاح، هو مش بيعاني دلوقتي، هو مش بيشتكي دلوقتي. امتى جسمنا يشتكي؟ لما بزود له مثلا سكريات كتير قوي في اليوم، افضل ادخله في سكر عن طريق حاجات كتير قوي. الانسولين بيعلى عن طريق حاجات كتير، احنا عارفين نشويات كتير بكمية كبيرة، دقيق كتير، سكر ابيض كتير، عمال ادخله طول اليوم حاجات هو مش محتاج كل الكمية دي. هو محتاج كمية صغيرة جدا من النشويات تديله الطاقة بتاعته عشان يعرف يشتغل، ومحتاج كمية من البروتين وكمية من الفيتامين من خلال الفواكه ومن خلال الخضار. فلما بزود الحاجة عن حدها بيحصل ايه؟ بيبتدي جسمي يشتكي عشان هو مش بيعرف يتكلم، فبيعمل ايه؟ يشتكي، يقولك انا مش قادر، فيجيلنا وجع، يجيلنا تعب، يجيلنا دوخة، يجيلنا حاجات كتير قوي. محتاجين نعرف اسباب اللي علت الضغط او اللي علت السكر ونبتدي نعالجها عن طريق ايه؟ ان انا ابتدي اعدل في النظام الغذائي بتاعي. بالتالي كمان مريض السمنة، طبعا انا ايه اللي خلاني يحصل لي ان انا اكون اوفر ويت؟ انا عمالة ادخل كمية اكل جسمي مش محتاجة اصلا، هو محتاج كميات معينة من كل حاجة. انا بدخله كميات كبيرة قوي من حاجات انا نفسي فيها قوي، بتفرحني وبتبسطني وبتخليني اكون منتعش ومبسوط، وبعد شوية مودي ينزل تاني. فانا محتاج ادخله احتياجه. عشان كده كان في فيديوهات قبل كده اتكلمنا عن خطر الجوع العاطفي، خطر ان انا لما اكون متضايق اروح اكل، فرحان اروح اكل، مضغوط اروح اكل. ليه؟ جسمنا بعد شوية مش هيستحمل ده، وهيبتدي يطلع عدم احتماله ده في اشكال كتيرة جدا، مرض، اكتئاب، عدم نشاط، مكسل، حاجات كتير. فانا النهاردة كان نفسي اوضح لكم يعني ايه تغذية علاجية، مصطلح مش منتشر قوي، محتاجين نتعلمه. محتاجين لما جسمي يبتدي يشتكي ابتدي ادور انا مشكلتي عملت ايه. زي مثلا
فكرة ظهري او فقرات ظهري او كده، انا قاعد طول النهار على الكمبيوتر مش بتحرك، يعني هيحصل ايه مع القعدة الغلط ومع طول الوقت؟ بيحصل ان ظهري بيشتكي، انا مش بتحرك، انا قاعد طول الوقت. فده نتيجة، السبب بتاعه نتيجة ان ادى الى ان انا اتعب بسبب ان انا قاعد طول النهار بعمل نفس الحاجة. عشان كده لما جسمك يشتكي من اي حاجة، تعالى نرجع للاساس نعدله ونشوف الدنيا هتوصل لايه. احتاجنا الادوية نتحرك ناحية الدكتور وناخد ادوية، لان ده مهم في وقت او في مرحلة انا محتاجة ادخل ده عشان يظبط لي الدنيا. لكن البداية جت من ان انا اصلا عامل سوء تغذية لجسمي، انا مش مدخله كفايته من الحاجات اللي هو محتاجها، ومدخله كميات كبيرة قوي من حاجات ثانية. نفسي اكون فدتكم، انا بحاول اديكم تيبس حلوة تفيدكم تساعدكم وانتوا ماشيين في الحياة الصحية بتاعتكم او الدايت بلان بتاعكم. لو محتاجين اي مساعدة ابعتولي، ولو محتاجين ان انا اكون بتابع معاكم زي ما قلت لكم قبل كده، انا عامله باكجز حلوه للفرد وللكابل وللثلاثه والكله، عشان اشجعك انه ما تبقاش شايل هم الفلوس، لكن يكون حد بيتابع معاك يوميا. لما بتبعت لي اي سؤال انا بجاوب على الناس على طول، انا معاهم اونلاين. اسبوعيا بناخد المقاسات على الميزان وبكذا شكل تاني عشان نعرف احنا بننزل ازاي، لانه مش مقياسنا بس الميزان، احنا لينا مقاييس تانية كتير بنقيسها عشان اعرف انت بتنزل بجد ولا ده نزول عضلات ولا ده نزول مية بس، ولا فبناخد كذا حاجة عشان اعرف نزولك عامل ازاي. فلو محتاج متابعة انا هكون معاك. كمان احنا عندنا مطبخ اسمه هيلثي كيتشن، بيقدم وجبات صحية جدا بكل المكونات الصحية، في منها صيامي حاليا عشان الناس اللي صايمة وفطاري. برضو لو محتاج، لو مش لاحق ان انت تجهز الوجبات بتاعتك انها تكون موجودة، تفتح التلاجة تلاقيها. لو عايز سناكس وسط اليوم، لو عايز حاجات حلوة صحية، لو عايز مخبوزات، ده متاح عندنا برضو بجهزهولك. لو عايز باليوم يتبعتلك او بالاسبوع او بالاسبوعين بنتفق فيها مع بعض. فعندنا كل حاجة بنحاول نوفرها لك عشان تبقى عارف نسهل لك الحياة شوية، تبقى عارف ان انت تكمل الدايت بلان بتاعك وما يكونش فيه عجز عندك في اي نقطة. ميرسي ليكم.